بسم الله بديت وعلى نبي صليت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاركم مربوح، وش راكم، وش حوالكم، وليداتكم، ميمتكم، إن شاء الله انتم كامل جملتكم تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ديري نية وديري جام تسهلك الأيام إن شاء الله. أولى حلويات تاعنا لهاد العيد إن شاء الله هاد الحلوة، ني شوكولا ني بريستيج ني والو، بصح البنة تحط البريستيج تكوتي، يعني بنتها بنة. واش نحكي لكم، سهلة التحضير، ديريها تمتم ما تشدلكش اليد. ما نقولش ما تشدش اليد كامل، الحلويات كامل يشدوا اليد، ولكن ماشي كيما البريستيج. ديري شوكولا وديري خلي وحطي وديري وعملي، يعني تديروها سهلة. ومكونات تاعها مم، دوك تشوفوا وانتو حكموا. عندي 125 غرام تاع مارغرين، اللي يحب يضاعف يضاعف. عندي حبة بيض كاملة، باش ما تكونش طرية بزاف، ماناش حابين الصابلي تاعنا تكون طري بزاف. زدت 2 مغارف زيت. دوك نكمل كلش زوج مغارف زيت، ومن بعد نزيد 2 مغارف سكر كلاص، ما يكونوش بومبي. 2 مغارف مايزينا. نزيد مكون هذا اللي حنديرو اختياري، اللي هو 2 مغارف لوز. اللي يحب يديرو، اللي ما حبش يديرو يستغنى عنه. لانه راح يزيد له بنة بزاف، بصح ماشي لازم. الجوز تاعكم ماشي لازم يكون محمص. نعرفوا الجوز اذا تحمص بزيادة يولي مر. ونلم بالفرينة هذا مكان. ما تنساوش القرصة تاع الملح ولافاني، هذا مكان. نخليها ترتاح ونجيب لي فون دو تارت هادوما، ل- لي مول هادوما باش نديرو لي فون دو تارت. يكون المول صغير، انا خيرت مدور ودرت هذيك تاع الدمعه. يعني الشكل نتوما اللي تحبوه، بصح لازم يكونوا صغيورين. لأنه يعني باش حنديرو وحدة فوق وحدة ما يكونش الشكل تاعها يعني بزاف كبير. نديرهم يطيبوا على 180 درجة. نشعلوا الفوق تاعنا من قبل ب10 دقائق فوالا. ونروح ندير الموس اللي ندخلها، ندير بها لداخل فوالا. عندي زوج بياض البيض بحرارة الغرفة، نديرهم مع قرصة ملح يطلعوا. وهنا عندي فوق النص كاس ولا حوالي 160 غرام تاع العسل، ومغرفة تاع الجلوكوز. المغرفة اللي نديرو بها الجلوكوز لازم تكون مشمخة، وصبعنا كيف كيف. ونديروه على النار حتى نشوف يعني شوفوا كيفاش يولي ما يبانش هذاك العسل، يولي عنده فقاعات كبار. تما نحبس يكون البيض تاعنا طلع. نبدا نرمي هذاك العسل خيط هكذا، كيما نطلعوا المايونيز بالخيط هكذا، ماهوش يبان هنا كاين سرع. نرمي بشوية ونخليه يتدرب حتى تزيد تتقال هذيك الكريمة تاعنا ويخلص العسل. نزيد نخليه يكمل يضرب حتى نمس البول هذا اللي دايره فيه، الاناء هذا اللي دايره فيه. تمسيه تلقاي تقدري تمسيه، لانه الاول كي تكوني ترمي في العسل يكون سخون بزاف، لانه العسل تاعنا راهي سخونه بزاف. حتى نولي نقدر نمسو تما. نزيد مكون واحد اخر تاني، هذاك المكون انا يعني نموت عليه، مع انه ما نشربش قهوة، ولكن حلويات تاع القهوة نموت عليها. نزيدو مغرفة معمرة تاع النسكافي، حتى يكون برد شوية باش نقدروا نرمو النسكافي باش ما تذوبش. شوفوا الكريمة تاعنا كيفاش تولي. كم اللي ماشي محبي القهوة يحب يستغنى عليه يخليه جوزية وحده، يخليه جوزية، ولكن من الأفضل إنه نديرو. هنا الجوز تاعنا اللي نحمسوه شوية، نحمصوه ماشي نحمسوه، ماشي طياب، نحمصوه شوية. بصح بالكو يتحمر لكم بزاف، يعني واحد الكمشة. نتوما شحال تحبوا بزاف شوية. الأول قلت لكم الجوز اختياري، ولكن هنا لازم إنه الذوق هادية حنديرو بالجوزية صافي. الجوز هنا لازم. الجوزية تاعنا نكهناها بالقهوة تجي من أروع ما يكون. الجوز قلت لكم يعني بعد ما حمصتو كسرتو غير بيدي قطع شوية صغار،
ونجيب هادوك لي فون دو طارت شوفوا كيفاش تحمّروا، لازم تاني يتحمّروا باش يجيو مقرمشين، ماناش حابينهم طرايا بزاف، يتحمّروا ماشي تنحرقوا، ومن بعد نقسمهم، شوفوا هنا نقسم النص لأنه حندير يعني وحدة فوق وحدة، هنا قسمتهم، جزء ندير فيه كراميل، طوفيا كراميل ولا كابريس ولا يعني الذوق اللي حبيتوه، عمّروا وحدة هاذوما لازم يدخلوا بعد ما نعمروهم يدخلوا في الفريجيدير ولا في الثلاجة من تحت ولا المجمد، يعني حتى يشد روحهم شوية باش كي نقلبهم ما يسيحوش، فوالا ما يسيلوش. والجزء التاني راني درتهم تاني في كيس حلواني وقطعت من التحت شوية كبير باش نقدر يحبطوا قطع تاع الجوز ونعمّر les fonds de tarte تاني، يعني واحد نعمّره بالجوزية والآخر نعمّره بالكراميل، تاع الجوزية ماشي لازم تدخلوه للتلاجة ولكن الأخرى لازم، الجوزية كونوا يعني ديروا كمية مليحة ماشي تروحوا ديروا لي شوية برك ومن بعد ما تجيكمش بنينة، لا، لا ديروا كمية مليحة تاع الكريمة ديروها قُلت لكم ودخلوهم في التلاجة، ومن بعد حكموا هاذيك تاع الجوزية هي اللي حطوها فوق الكراميل، لأنه الكراميل صح راهي باردة ولكن م مازالها تسيح على هاذيك نديروها شوفوا هكذا نلصقوا زوج مع بعضاهم حتى نكملوا الكمية تاعنا، شوفوا يعني واش قُلت لكم ماهيش يعني ماشي طابع ولا غريبية باش نقولوا ماشي مكلفة، ولكن ماشي مكلفة كيما اللي راهم دوكا، ومن بعد نحكم كراميل كمية نسخّنها حتى يعني ت تجري لي شوية، ولا تقدروا حتى ديروا فيها مغرفة مزهر ولا، ومن بعد تحكموا هاذوك الحبيبات كاع بالبانسو ت تطليوهم ومن بعد ترمدوهم في بان ديبيس، بان ديبيس رحيتو، هنا أنا درت بان ديبيس، ولكن اللي يحب يدير جوز يدير، اللي يحب يدير كفريط، كفريط أنا ما ننصحش بيه بزاف لأنه راح يمسالكم. بزاف اللي يديروا به ولكن يمسى ما نكذبوش على بعضنا راكو شفتوا تخلوا الجاتو ولا الكفريت هكذايا تمتم يمسى ما بالك انه يقعد لكم نقولوا سمانه ولا لا لا من الافضل انه يعني بان دي بيس ولا مكسرات خصوصا الجوز نكمل الكمية تاعي كامل قلنا ندهنوها بالكراميل ونجوزوها بان دي بيس. اختيتو وصلتي لهنا عجبتك الوصفة ما تنسينيش بالجيم وكومنتير واشتراك في القناة، القناة راهي جديدة ومحتاجة دعمكم باش أنا تاني نقدر نحط لكم ما أكتر. ومن بعد في الوسط أنا درت لها نص حبة سيريز وانتي حبيتي تحطي جوزة عندك جوزة حطيها عندك فايدة حطيها يعني الفوق ديروا واش حبيتو يعني اللي عندها جوزة أنا من الأفضل يعني جوزة ولا هكذا كيما أنايا باش نكسر اللون وشوفوا هذه تمتم علاه تقعد قرمشة من بعد يطرى لكم شوية هذاك الجاتو على هذيك اللي قلت لكم حمروها وديروا بياض بيضة بيضة كاملة باش ما تشي تمتم تطرى لكم وهاوليك الشكل النهائي يعني الشكل وذوق من أروع ما تذوقت من أروع واش درت الجاتو واش ندير في الجاتو يعني ننصحكم انكم تجربوها اكيد راح تعجبكم وتعجب ضيافكم واللي ما يحبش بانديبيس قلت لكم تقدروا ديروا حتى مكسرات واحد اخرين معليش اللي عنده الجوز ماذا بينا جوز وما عندكش جوز ديري مكسرات واحد اخرين هذا هو نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم اذا عجبتكم ما تنسونيش بجيم وكومنتار اتهلاو لي في روحتكم والسلام عليكم.